شركة ساوند إنرجي البريطانية المكلفة بالتنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب كشفت عن أن المغرب يملك احتياطي كبير من الغاز الطبيعي يمكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير نحو الأسواق العالمية. كشف سيحدث تغييرا حقيقيا في قواعد اللعبة، هذا ما كشفه رئيس الشركة البريطانية، لا سيما وأنه يأتي في وقت تبحث به القارة الأوروبية عن بدائل للغاز والطاقة الروسية. إذن هل سيغير هذا الكشف من حسابات الدول الأوروبية، خاصة إسبانيا التي رفضت مؤخرا التنازل للمغرب بشأن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء؟ وهل سيسرع من طي صفحات الخلاف بين المغرب وفرنسا تحديدا بعدما عينت باريس سفير جديد لها في الرباط؟ نناقش بعد التقرير. وفي هذا الإطار الكشف عن وجود كميات كبيرة من الغاز في المغرب لا تكفي لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقط، بل لتصديره أيضا مادة أضحت استراتيجية مع تزايد الطلب والإقبال الكبير عليها، خصوصا بعد الحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا من جانب الجارة أوروبا. وبعيدا عن الربح الاقتصادي، فإن من المؤكد أن الرباط بدأت ببلورة ما يعرف بدبلوماسية الغاز بصفته الورقة الرابحة للدبلوماسية المغربية أو الذراع الاقتصادية لها. دبلوماسية تركز جهودها على حسم نزاع الصحراء لصالحها، ويتوقع أن يحضر الغاز في السياق. ولعل السؤال ليس إذا ما ستساوم الرباط على الغاز وتقيد الدول وخصوصا الأوروبية منها على بيع الشحنات مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء، بل كيف ستفعل ذلك. ويشير الخبراء إلى إطلاق المملكة مؤخرا سياسة طموحة لتعزيز مكانتها في إفريقيا عبر تعزيز حضورها الاقتصادي. سياسة تشمل بلدانا كانت مناوئة للمغرب بقضية الصحراء على أساس براغماتي يخص الربح المشترك حاليا، وعندما تتعمق العلاقات سيكون لها تأثير سياسي، أي تغيير المواقف في المستقبل. ثم ما الذي تبقى للخصم الإقليمي الجزائر لكي يقايد الغرب عليه في ظل امتلاك المغرب ورقتي الهجرة والساحل وتعزيزها بورقة الغاز الرابحة؟ أهمية هذا الكشف برأيك بالنسبة للمغرب، خاصة وأنه يأتي في فترة هامة وفي وقت يبحث به الغرب عن بديل الغاز الروسي؟ في جميع الأحوال يمكن أن نضع المسألة في سياقاتها الكبرى والواسعة. حينما نتكلم عن الشراكة أولا المغربية البريطانية، يعني نحن على بعد أيام قليلة من قرار من القضاء الإداري البريطاني يؤكد مغربية الصحراء من بوابة تأكيده على الاتفاق التجاري المغربي البريطاني الذي يشمل أقاليمه الجنوبية، والذي حاول مرتزقة بوليزاريو أن يشوشوا عليه بمجموعة من الممارسات. أيضا الحديث يأتي في سياق يعني ليس الهم الذي سيربحه المغرب من الغاز هل هي ورقة أم ليست ورقة. المغرب موقفه واضح من هذا، وقاله في أكثر من مرة أنه التعاون في مجال الطاقة أو الطاقة هي مجال للتعاون بين الأمم وبين الشعوب، وليست ورقة للابتزاز أو للضغط على الدول لتغيير مواقفها هنا أو هناك، لأنه المغرب ببساطة حمى صحراءه وحصنها حينما كان نصف العالم كله ضده، وحينما كان الأمر يتعلق بمجابهة الاتحاد السوفيتي بكل ترسانته التي يسلح بها بوليزاريو. والآن وصل إلى مستوى أكثر من 90 دولة في الأمم المتحدة، يعني تعداد الدول في الأمم المتحدة 193 دولة، أكثر من 90 دولة تدعم الحكم الذاتي على مستوى الجمعية العامة وعلى مستوى الأمم المتحدة. وبالتالي المغرب في هذا الموضوع هو ينهج منهجية تعاون مع الأمم ومع الشعوب، ولا يعني الحديث عن الكشف المتعلق بالغاز الممكن في الصحراء المغربية أو في غيرها من مناطق المغرب. هناك أيضا أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي أصبح الآن خيارا استراتيجيا لمنطقة غرب إفريقيا، وكان موضوعا للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من نيجيريا إلى المغرب حينما كان اجتماع الرباط قبل أشهر قليلة. أيضا الآن المسألة مرتبطة بتغيرات لمواقف دول أوروبية، يعني لا يمكن أن نقرأ مواقف إسبانيا وألمانيا وفرنسا وأيضا بلجيكا وهولندا وكل هذه الدول إلا في سياق الذهاب نحو موجة تعاون إقليمي، لا بخصوص الغاز فقط وإنما أيضا بخصوص ملفات أخرى، ملف الساحل والصحراء الذي منذ العام 2013 جميع قرارات مجلس الأمن تربط الحل أو حل مشكلة الساحل والصحراء بإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. طيب وسنتوسع في هذا بعد قليل. كل الأوهام والأحلام التي ما زال يحلمها المرتزق. طيب أستاذ جان بيير، مؤخرا فرنسا تحاول طي الصفحات الخلافية بينها وبين المغرب عبر خطوات هامة بدأت بالتأشيرة
التأشيرات، إعادة التأشيرات للمغاربة، وبالأمس تم الإعلان عن وصول السفيرة الفرنسية الجديد إلى الرباط. هل هذا الكشف سيسرع من تحسين العلاقات، لا سيما وأن الدول الأوروبية بحاجة كبيرة إلى الغاز المغربي؟ مساء الخير للجميع. طبعا الاعتبارات الاقتصادية واردة في أذهان الرؤساء الأوروبيين كما قيل فيما سبق، وخاصة الفرنسيين. فهذه القرارات أحيانا تناقض قرارات سابقة مثل في ملف تأشيرات الدخول المغاربة إلى فرنسا، ولكن تأخذها الحكومة الفرنسية تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس ماكرون إلى الرباط في بداية السنة المقبلة. لا نعرف تماما ما هو التاريخ، ولكن لابد أن نذكر بعض الأشياء. أولا، هذا الكشف هو خبر مريح للمغرب بذاته، إذ كان يستورد أكثر من 90% من غازه عن إسبانيا. ثانيا، هناك مهلة سنتين قبل استعمال هذا البئر أو هذه الحقول بالمشاركة مع شركة إنجليزية تشاريوت، وهي حقول موجودة على بعد مدينة العرائش، يعني قريبا من خط الأنبوب الذي أغلقه الجزائر عقابا على تصريحات وزير مغربي بخصوص القبائل في الجزائر. يعني ذلك يعني أن هذا الخبر هو تعويض للمغرب في منافسته الشرسة مع الجزائر. نعم دكتور عبد الفتاح، بدأت بالحديث عن الموقف المغربي من ورقة الطاقة والغاز، ولكن إلى أي مدى يمكن للرباط أن تستغل هذه الورقة الهامة التي تمتلكها في هذه المرحلة من أجل المناورة على القضية الأهم بالنسبة له وهي قضية الصحراء؟ لا، هو المغرب في الموضوع الاقتصادي بشكل عام لا يتعامل لا بمنطق الابتزاز ولا بمنطق استعمال أوراق ولا بمنطق ضغط ولا ما إلى ذلك. المغرب دائما كل المسائل الاقتصادية ينظر إليها بمنطق التعاون، يقوي شراكاته مع كل الأطراف، مع كل يعني شرق الأرض وغربها، مع كل الدول على مستوى القارة الإفريقية. التقارير كلها من يتابع يعرف الحضور الاقتصادي المالي والصناعي الذي بات للمغرب على مستوى القارة الإفريقية، بل أنه حتى المصداقية عليه باعتباره الشريك الموثوق الآن للقارة الأوروبية بأكملها، ليس في ملفات الطاقة والاقتصاد والغاز وما إلى ذلك، وإنما حتى في ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الأمني، باعتبار أنه المسألة الأمنية هي التي ترتبط بالبيئة التي من خلالها يمكن للشراكات الاقتصادية أن تنجح. وبالتالي ولكن دكتور عبد الفتاح نتحدث هنا ويذهب بعيدا في هذه المسألة، ولكن يعني هذه فترة هامة جدا بالنسبة للمغرب. يعني هذا الكشف توقيته هام، يأتي في وقت لازال هناك غموض بشأن موقف فرنسا من قضية الصحراء، على الرغم من طي الخلافات في هذه المرحلة. قبل أيام كان هناك رفض من قبل إسبانيا للتنازل للمغرب بشأن إدارة المجال الجوي فوق الصحراء. يعني هذه الورقة يمكن أن تكون نعم تفضل. لا، رجاء هو الأمر فيما يتعلق بفرنسا موقفها من مغربية الصحراء محسوم، وهي تدعم قرارات مجلس الأمن على مستوى كل سنة منذ العام 2007، تدعم الحكم الذاتي وتدعم القرارات مجلس الأمن، وهذا واضح جدا. الخلاف بين المغرب وبين فرنسا كان على أشياء أخرى تتعلق بالنفوذ وبصعود المغرب الذي لم ترضى عنه بعض النخب الاقتصادية والسياسية في فرنسا. ما قيل عن إسبانيا كله مجرد كلام فارغ ومجرد دعايات مكذوبة. في الحقيقة من يقول هذا الكلام فليراجع فقط الموقع الرسمي لإنير، الشركة الإسبانية المتعلقة بإدارة الأجواء. هل تتكلم عن أنها تدير أي مكان غير إسبانيا؟ تتكلم عن إدارتها لأجواء إسبانيا فقط. أيضا فليطلع على كل البروتوكولات وعلى اتفاقيات شيكاغو. مؤسسة إنير التي هي المؤسسة المرتبطة بإدارة الأجواء في إسبانيا في موقعها الرسمي تتكلم على أنها مؤسسة تدير الأجواء في إسبانيا. لا يوجد أي شيء آخر من هذا الكلام. أيضا السيادة الجوية، مفهوم السيادة الجوية كما تحدده منظمة الطيران المدني منذ اتفاقيات شيكاغو في العام 1947، وهي منظمة أممية إلى الآن جميع بروتوكولاتها إلى العام 2017 و2019. السيادة الجوية من يدير الأرض، من يتواجد على الأرض عسكريا وأمنيا وسياسيا واقتصاديا هو من يدير الجو. هذه مسائل ثابتة ووثائق ونصوص. كل ما يقولونه هو ادعاءات لحزب الشعب الإسباني وجريدته الناطقة باسمه وبلسانه روجتها بوسائل إعلام جزائرية، وبعد ذلك بدأت تتقاذف الأمواج. هذا كله كلام للدعاية ولصرف الأنظار عن الحقيقي. الحقيقي هو أن المغرب يتقدم فيما يتعلق بانتصارات الدبلوماسية المتلاحقة. أنا أقول أكثر من 90 دولة الآن على مستوى المجموعة الأممية تدعم الحكم
الحكم الذاتي كحل وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل. المشكل عند الإخوة الآخرين يعني في الجزائر وأيضا مرتزقتهم، وأنهم يسارعون لكي يخفوا مأزقهم الحقيقي لديهم مشكل وتشظي على مستوى المؤتمرهم، بدأوا ينهشون بعضهم البعض، طردوا يعني من كان يمثلهم في بروكسل. أيضا هناك مجموعة من الدعايات الكاذبة التي يسوقونها أوهام وصلت الفكرة دكتور عبد الفتاح كونهم يعني يربحون اقتصاديا ويربحون سياسيا. من يبتز بملف الغاز؟ الجزائر هي التي تبتز بملف الغاز. طيب يعني وصلت الفكرة. موضوع الهجرة السبب وراء مشكلة مما أقولها للأخ الذي يعني يتكلم من مدريد، يعني هذا الأخ يعني طيب لو سمحت يبحث عن لجوء معين بطريقة معينة. المشكل في الجزائر هي التي قامت أو هي المسؤولة عن حادثة مليليا، جيشت المجرمين وجيشت قطاع طرق دكتور عبد الفتاح إلى مليليا. يعني هذا إسبانيا تدين الجزائر.